مرحبا. رح نعمل مع بعض وصفة البراونيز مع الشوكولاتة شيب. بدنا 4 بيض، كوب طحين، كوبين سكر، معلقة بيكنج باودر، 3 معالق كاكاو، ربع معلقة بيكنج صودا، 100 جرام زبدة، وبدنا شوكولاتة شيبس 200 جرام. هلأ رح نبلش. هلأ بدنا نخفق البيض مع شوية فانيلا. هلأ بعد ما نخفق البيض رح نضيف الزبدة. بدنا نحرك هلأ نخلطها مع الزبدة. هلأ بنبلش نضيف السكر شوي شوي ونستمر بالخلط. هلأ رح نضيف الكاكاو. هلأ احنا هون ضفنا البيكنج باودر والبيكنج صودا على الطحين، ورح نبلش نضيفهم هلأ فوق الخليط. هلأ منوقف الخلط. رح نضيف الشوكولات شيبس. منضيف الشوكولات شيبس ومنقلب. واحنا كمان محضرين جوز مطحون ناعم كمان 200 جرام. راح نحط منه شوية مع الخلطة وشوية نخليهم للوجه، نرشهم على وجه الكيك عشان يعطيها شكل كريسبي. هلأ راح نضيف الجوز. نفس الشي نقلبه مع الخلطة تبع البراونيز. هلأ بعد ما خلطنا الجوز والشوكولات شيب رح نحضر القالب عشان ندخلهم على الفرن. هلأ احنا حضرنا القالب، حطينا فيه شوية زبدة او دهناه بشوية زبدة ورشينا عليه هيك رشة طحينة صغيرة. هلأ رح نضيف فوق البراونيز. هيك صارت البراونيز جاهزة. هلأ عنا رح ندخلها على فرن حرارة 180 لمدة 20 دقيقة. هلأ هاي شكل البراونيز بعد 20 دقيقة بالفرن. استوت. دايما البراونيز تنفش شوي بالفرن وبعدين بالآخر قبل ما نطولها بشوي او قبل ما تستوي بشوي تنزل شوي لتحت، او يعني بس هي مش معناتها انها هبطت او خربت، لا بس هي هيك البراونيز. ان شاء الله تجربوا الوصفة وتحبوها. لا تنسوا تعملوا لنا لايك وسبسكرايب. صحتين وعافية.